السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، كنتمنى من الله يعجبكم وفرجه ممتعه. واول حاجه غادي نبداو بها بعد هاد الشتيوه هذه، الحمد لله على خير ديال الله سبحانه وتعالى. صراحه هذا الفيديو كنت صورته من قبل فاش كانت الشتيوه كطيح، وكل نهار كنقول نزلوا ايوا غير مع الوقت وصافي. من بعد هاد الشتيوه هذه غادي ندوز ندير واحد الكويز ديال العشوب صراحه باش نسخنوا به. عندي هنايا واحد الكبسولات ديال العشوب كيجيو مصاوبين صراحه الله، فيهم مجموعه من العشوب، فيهم النعناع، اللويزه، الشيبه، المهم فيهم خليط اللي جد رائع ديال العشوب وكيعطي واحد النسمه اللي هو زوينه بزاف. غادي نزيد معهم اللويزه وكذلك شويه ديال الازير، وغادي ندير المطايب وغادي نخليه شويه يتلقلي وغادي نشربوا الشاي ديالنا. وملي كنقولوا كاس ديال العشوب اولا كاس ديال الشاي، ضروري ما تناولوا معاه حليوات اللي يكونوا مغربيين على حقهم وطريقهم. صراحه كنت صاوبت واحد الغريبيه اللي جات رائعه وجات لذيذه بزاف، درت فيها واحد شويه ديال بيبي شوكولا وجات رائعه. وعندي كذلك واحد شويه ديال الفقاص، صراحه تناولناه مع هاد الشاي هذا ديال العشوب وجاو صراحه المذاق ديالهم اللي جد رائعين. هاد الحليوات هادو مع هاد الكويس هذا يا سلام. من بعد ما خدينا كأس ديال العشوب وهدلنا شويه الاعصاب، غادي ندوز مباشره معكم باش غادي نشارك معكم واحد القريعات اللي خديتهم ديال الزيت. صراحه كانوا عندي غير ديال البلاستيك، وكل نهار كنقول غادي ناخذ شي قريعات غادي ناخذهم، وحتى كتبوا هادو الحجم ديالهم اللي هو كبير صراحه. وهادشي علاش كنت كنقلب، انا ما بغيتش هادوك الصغارين اللي في كل مره يخواو لي، كنت باغا هادو اللي الحجم ديالهم كبير شويه. وحتى بالنسبه للغلاقه ديالهم زوينه بزاف، يعني كتساد مزيان مزيان. فاش كتبغيو تحلوها يعني كتحل بكل سهوله، ولا بغيتو تكبوا غير الماء الفوق راه ممكن. انا وحده غادي ندير فيها زيت المائده، والقرعه الاخرى غادي ندير فيها زيت الزيتون. صراحه الله عجبوني هاد القريعات هادو، عندهم اليدين وكذلك كيتسدوا مزيان، يعني عجبوني. وحتى الحجم ديالهم كما قلت لكم كبير، والمنظر ديالهم شيك صراحه الله. قلبت بزاف في السوق وما لقيتش احسن من هادو، يعني مده وانا كنقلب وما لقيتش احسن من هادو حاليا. صراحه شايفه بزاف القراعي زوينين عند يوتيوبرز اخرين، ولكن فين كنت واجد انا يعني هادو اللي كاينين زوينين. غادي نقضي بهم حتى يبانوا لي شي قريعات احسن منهم ان شاء الله باذن الله. المهم دابا غادي يديو لي ان شاء الله. واللي عجبني كثر فيهم هما انهم كيهزوا كميه مهمه من الزيت. انا شاركته معكم فقط باش نعطيكم فكره، اللي باغا شي قريعه تشريهم او لا عجبوها هادو ولا شي حاجه. بالنسبه للثمن ديالهم 2 قريعات ب50 درهم، يعني الثمن اللي هو جد مناسب صراحه الله. وصحاحين حتى الزاج ديالهم زوين، وفاش كيتغسل كيبان غزال كيشعل وكيشقشق. غير قطيره ديال اتشي وشويه ديال الصابون كيرجع الزاج ديالهم كيبري وكيلمع. وفيهم هاد اللوينات هادو فيهم الغوص صراحه الله، كاينه فيهم الكحل، يعني كاينه فيهم الالوان. عندي هاد البلاطو هذا ديال الزاج صراحه غادي نستعملو، هو اللي غادي نحط فيهم هاد القريعات هادو. صراحه ما بغيتش نحطهم غير مباشره على الفوق اللورنيه، غادي ندير ضروري هاد البلاطو هذا ديال الزاج اللي عندي، وباش يبقى الشكل ديالو متون وباينين.
ومن بعد ما شاركت معكم هاد القريعات ديال الزيت غادي ندوز مباشره باش نعدل معكم هاد اللي كيشهدوا اللي كيجيو لذاذين بزاف وكيجيو صراحه الله معلكين، واهم حاجه كيوجدوا دغيا دغيا يعني في رمشه عين تقدري توجديهم. انا غادي ندوز نصاوب معكم مباشره الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي هنايا واحد 3 ديال البصلات اولا 2 بصلات اللي يكونوا كبار، وغادي ندير لهم واحد شويه ديال زيت الزيتون وغادي نحطهم فوق المقله تطيح لي هاد البصيله وتشحر مزيان مزيان. عاد فاش غادي ندوز باش غادي نعدل لها التوابل ديالها. بالنسبه للتوابل يعني توابل عادي، بالنسبه لهاد اللي كيشهدوا غادي نعدلهم بالكفته. الا بغيتوا تعدلوهم بالدجاج تقدروا، يعني ما كايناش شي فرق ولا شي حاجه، يعني كتبقى اختلاف غير في لوغو، يعني نفس الطريقه تعملوها. عندي هنايا كفته، الكفته يعني اللحم المفروم كميه مهمه، وغادي ندوز غادي ندير لها التوابل ديالها عادي كما كتشرملوا اي كفته ديالكم. عندي لها شويه ديال هنايا شويه ديال الكمون وشويه ديال الابزار كما غادي تشوفوا معايا، يعني كما كتشرملوا الكفته ديالكم التوابل اللي هما جد عاديين. غادي ندير هنايا شويه ديال الابزار وكذلك شويه ديال الفلفل الاحمر، وغادي ندير شويه ديال السودانيه طبعا على حسب الذوق ديالكم، وغادي ندير الملح، وغادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نخلط الكفته ديالي وتشحر لي مزيان مزيان كما شفتوا معايا. غادي ندير كميه مهمه من الربيع، صراحه الربيع كيضيف للكفته واحد البنه اللي هي زوينه، ضروري حتى هو ما تضيفوه. غادي نخليو هاد الحشوه هادي وغادي ندوز مباشره باش نعدل معكم لاصوص البيشاميل اللي اسهل لاصوص كنعدلها وكتجي بنينه ولذيذه في نفس الوقت. عندي هنايا 3 الكيسان ديال الحليب او 2 الكيسان، يعني على حسب الكميه ديال الحليب اللي بغيتو. عندي هنايا 2 كيسان ديال الحليب كتضيفوا معاهم شنو سميتو ملعقه كبيره ديال الزبده، وكتضيفوا شويه د الملحه وشويه د الابزار. صراحه انا كندير كلشي في خطره، الا بغيتوا تقليو يعني تذوبوا الزبده وعاد ديروا الدقيق لكم الاختيار. انا هذيك صراحه كتجيني اسهل وكتسهل عليا شحال من حاجه وحاجه. كما قلت لكم بالنسبه لكميه الحليب نتوما وما بغيتوا على حسب الحشوه ديالكم واش بزاف ولا شويه. تقدروا ديروا 3 الكيسان تعمل معاهم غير ملعقه الزبده. وبالنسبه ل3 الكيسان ديال الطحين عفوا 3 الكيسان الحليب غادي تضيفوا معاهم 3 معالق ديال الدقيق، ولا درتوا 2 كيسان ديال الحليب غادي ديروا 2 كيسان ديال الدقيق. وبالنسبه ملي تبدا تعقد لكم لاصوص بحال على هذا الشكل هذا ضروري ما تضيفوا كميه مهمه من الجبن. انا عندي هذا النوع هذا ديال الجبن صراحه عرفتي على تاليكا وعلى بنه خطيره بزاف بزاف صراحه، كيزيد لهاد اللي كيشهدوا واحد البنه ما نقول لكمش. جربوها وانتم غادي تحكموا. من بعد ما رجعت الحشوه ديالي غادي نضيف عليها ديك لاصوص البيشاميل اللي عدلتها معكم بالجبن، وغادي نخلطها مزيان مزيان مع هاد الكفيته، اولا بغيتو ديروا الدجاج اولا لا دانت ما كايناش شي فرق. انا كانت كتواجد عندي الكفيته قلت لي مالا ما نديرهاش وجات بنينه بزاف بزاف بزاف. انا غادي نخلط لاصوص البيشاميل ديالي مع هاد الكفيته كما تشوفوا معايا، وغادي ندوز مباشره باش نعدل لي كاش. بالنسبه لي كاش انا كاع ما صاوبتهم، يعني ديجا كنصاوبهم ولكن هاد المره ما صاوبتهم، شريتهم واجدين صراحه. مؤخرا كثير ما بقيتش نهائيا كنصاوبهم، غير كنشريهم حيت الثمن ديالهم جد 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 مناسب وبنان، يعني لاباط زوينه بزاف لذيذه والثمن ديالها جد مناسب، يعني بلا ما تبقاي تعذبي في الكوزينه وتبقاي لي واقفه نهار كامل تصاوبي كميه اللي هي كثيره. يعني كنشري انايا جوج يعني كل 20 حبه، يعني كتسدي لي صراحه الله، ويعني كناكلوا فيهم حتى كنشبعوا. المهم عمرت لي كيش ديالي كاملين على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف لهم الجبن من الفوق، ضروري الجبن طبعا باش كيجي في المذاق ولا في الشكل كيجي زوين وراقي. انا غادي نوزع الجبن ديالي على جميع لي كيش ونشوف الشكل ديالو. من بعد ما ساليت الكميه كامله ديال لي كيش ديالي غادي نكون مسخنه الفران من قبل، وغادي ندخلهم يتحمروا على هذا الشكل هذا كما تشوفوا معايا، يعني غير ياخذوا الشكل الذهبي فقط.
وهذا هو الشكل ديالهم، كيجيو معلكين وبنانين ولذاذين. يعني هاد الطريقه هذه تقدروا ديروها حتى في الورقه، بالنسبه اللي كيبغي يقطعها ويدير على شكل دوائر حتى هما بنفس الطريقه راه كيجيو لذاذ بزاف بزاف. وهذا هو الفيديو ديالي ديال نهار اليوم، كنتمنىكم تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم اللي كتحفزني وكتشجعني اكيد، واللايكات ديالكم والبارطاج مع الاهل والاحباب. ونتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، خليت لكم راحه الله، السلام عليكم.